السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. كنتمنىكم تكونوا على خير وبخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. كيف ما كتشوفوا معنا اليوم عندنا مرتديلة منزلية. هنا اليوم عندنا جوج ديال الوصفات صحيين بامتياز باش يديوهم وليداتنا معاهم للمدرسة او لا ياكلوهم في الدار. اول حاجه عندي الصدر ديال الدجاج، انا عندي 600 غرام ديال الصدر ديال الدجاج. عندي واحد 3 د الحبات ديال حبات الهيل، واحد جوج ديال الورق ديال الرند اولا الورق سيدنا موسى مغسولين، واحد خز هو اللي منقيهم مقطع طريفات. وكنجيب واحد الكاس بالماء وكنعمل على الكاسرونه حتى كنغطي داك الصدر ديال الدجاج. كنغطيه بالماء، ما كنعملش الماء بزاف بحال هذا الشكل هذا. كنعملو فوق النار، ما عملت هنا حتى حاجه ديال التوابل. صافي حتى كيطيب صدر الدجاج، يعني ملي كيكون مقطع طريفات صغارين بحال هكا راه دغيا كيطيب. يعني ربع ساعه راه كيكون طايب، ملي كيبدا يطلع فيه الغاليه كيكون طايب. هنا هو سخون، جبته من هنا زولت منه دوك الوريقات ديال سيدنا موسى. والباقي غادي نصفي ديك المريقه هذه، غادي نصفيها، ولكن ما غنسيبوهاش. نتوما غتبقاو تفكروا غتقولوا الفوائد كامله كتمشي. لا، يبقاو معايا في الفيديو نتوما غتشوفوا شنو غادي نعملوا بها. كنزول داك السائل اللي في الصدر ديال الدجاج. هنا عندي العطريه اللي غنسبوا بها مرتديله، عندي بابريكا، عندي مليحه، عندي قزبر يابس، بصل بودره، ثوم بودره، الابزار السودانيه والكمون. كنعملوهم باش كنسمو المرتديله ديالنا كتجي لذيذه. هنايا عندي خيلاطينه اولا جيلاتين بودره. غنعمل لنا 2 كوتشارات ماشي عامرين فحال هاد الشكل، 2 كوتشارات ممسوحين. وإلا كانوا كوتشارات عندكم كبارين كوتشارة ونص. أنا عندي كوتشارة هنايا كبيرة ولكن هي ماشي ديك الكبارين. عملت 2 ديال الكوتشارات ممسوحين وكنعملوهم في ديك المريقة اللي زولنا من الصدر ديال الدجاج وهي سخونة يعني ان شاء الله طفينا بوطة باش ديك الخيلاطينة اولا الجيلاتين كتذوب. كنجيب داك الصدر ديال الدجاج زولت منه غير ورق سيدنا موسى، والباقي غادي نطحنو حتى داك حبات الهيل حتى هما غادي نطحنوهم في هاد الخلاط هذا، اولا تعملوا الخلاط اليدوي اللي عندكم. المهم خصنا هاد المرتديله ديالنا اولا الكاشير كتطحن مزيان. كنجيب هنايا واحد البربه اللي كتكون صغيره، يا اما تحكوها وديو غير الماء ديالها، يا اما تعملوها كامله. انا عملتها كامله باش نستغل ديك الفوائد اللي كتكون في البربه، انتم عارفين الفوائد اللي فيها. اما الا بغيتو كتحكوها في حكاكه صغيره وكتعصروها وكتديو منها غير ديك الماء ديالها. الباربه الدور ديالها هنا كتعطينا الكولور ديال الكاشير اولا ديال المرتديله. صافي كنطحنوها مزيان حتى كترجع رطبه، ضروري طحنوها مزيان حتى كتشوفوا رجعت معنا رطبه. ها نتوما كتشوفوا انا كنطحنها وديك الربو ديالها طالع، يعني ديك مرتديله اولا صدر ديال الدجاج ديك مريقه كانوا سخونين باش كذوبنا الخيلاطينه. هنا من بعد ما طحنتها قيصتها، جبرتها ناقصه شويه د الملح وناقصه السودانيه، زدت لها شويه ديال السودانيه وشويه ديال المليحه. كيف ما قلت لكم السودانيه اختياري. هنا عندي هاد الزيتون هذا اللي كيكون معمر بالفلفل مشوي، اولا بغيتو تعملوا الزيتون بلا فلفل معمرشي، اولا بغيتو تستغناو على هاد المرحله هادي اللي بغيتو. غير حنا كنزيدو نعطيوها المذاق وفوائد اللي كتباع في هاد البوطيس. انا كنوريكم هذا الرضايم. هنايا عندي واحد الكرتونه د الحليب اللي كنستعملو في الدار. اي نوع د كرتونه اللي كتستعملو انا نعطيكم فكره وانتم كيبقى لكم الاختيار. الا ما بغيتوش تستعملوا هاد الكرتونه هادي ممكن تستعملوا داك البوطي اولا الرضومه اللي كيتباع فيها البطاطا تشيبس اللي كتجي في القراعي. هذيك عاوتاني حتى هي كنعمل فيها كتجيني سهله. قطعت لدقمه بهذا الشكل هذا، غسلتها ومسحتها. فيها غادي نعملوا مرتديله ديالنا باش كتجينا مشكله. صافي من بعد ما مسحتها وغسلتها كنزيد ديك المرتديله ديالنا اولا الخليط ديالها وكنخويو شويه بشويه وكندقوها مع الارض باش كيخرجوا لنا داك الفقاعات باش كتجينا مالسه من داخل باش ما كيبقاوناش الخوا. وكنعملوا الزويتنات ديالنا. هانتوما كتشوفوا هذا اللي كنضيف راه الزيتون، وكنضيف شويه يعني هذيك الكميه اللي عندي 600 غرام ديال الصدر راه انا ضفت على مراحل، ما ضفتهاش كلها. كنضيف شويه وكنضربها وكنزيد الزويتنات. انا قلت لكم الزويتنات اختياريه، بغيتوا هنا تزيدوا شي منسمات اللي نتوما كتفضلوهم زيدوهم. المهم انا عملت هاد المنسمات هذه وهاد المرتديله كتجي لذيذه وانتم شفتوها صحيه بالامتياز. يعني ماشي ديك مرتضيله ما عندها حتى علاقه مع اللي كتباع في الزنقه. يعني ما نقولكمش راها كتجي في حد الزنقه، لا، حتى علاقه مع هاد الزنقه. هذا كيجي مذاق واحد اخر وفوائد وحده اخرى. راه نتوما
عارفين هاديك الزنقة كيفاش عاملة، وهادي كيفاش عاملة. هنا غطيتها، خشيتها في النيبيرة، أنا عملتها في العشية مرة، خليتها حتى الصباح. هاديك صورت معاكم كيفاش كنقطعوها، خشيتها في النيبيرة وخليتها حتى الصباح. يعني ما تفوتش المدة ديالها، خاصها تبقى 6 ساعات كتبرد، وكتجبر راسها حيت فيها باش ترجع شابرة راسها. هنايا أنا زولت لها الميكا، نتوما كتشوفوا كيفاش القوام ديالها. يعني صافي عقدت. أنا قلت لكم قل من 6 ساعات ل6 ساعات الفوق. صافي هنا جبت القاع ديالها قطعته بهذا الشكل هذا. القاع ديالها جا رطب فايدة. وكنقطع القاع ديالها حتى هو باش ملي كنجي نخرجها من هذا القالب كتجيني سهلة. غنقطع معاكم باش تشوفوها كيفاش كتجي من داخل. صافي كنعمل واحد البلاستيكة وكنبقى نتكي عليها من اللور باش كتخرج من القدام ساهلة. صافي غادي نقطّع معاكم باش تشوفوا القوام ديالها كيفاش كيجي، والكولور ديالها نتوما كتشوفوا. يعني الكولور يعني كيجي فحالو فحال هاديك الزنقة، غير المذاق ماشي فحال فحال، ورطبة كتجي. أنا متأكدة إلا جربتوها غادي تعجبكم. تعملوها في البوكاديوس، تعملوها في البان دومي أولا البان توستادو، كتعملوها عليها الجبن كتجي رائعة. ها نتوما كيف كتجي رطبة وعاقدة. كنتمنى هاد الوصفة هادي تنال الإعجاب ديالكم. اللي كيشوف هاد القناة من أول مرة يعمل لايك والبارطاج والاشتراك في القناة اللي باقي ما اشتركش. ندوزو للوصفة الثانية. بحال اللي قلت لكم في الأول عندنا جوج وصفات صحيين لوليداتنا أو لينا بامتياز. هنايا عندي هاد البسكوي ديال الخضر اللي كيجي رائع رائع رائع. ما احتاجش نقول لكم المذاق ديالو كيفاش عامل. هنا عندي واحد البطاطا اللي هي كتشوفوا كبيرة، جوج القريعات اللي هما صغارين شوية. عينكم ميزانكم، واحد 3 ديال الخزوات، ولكن أنا غنعمل غير جوج. غادي نعمل جوج حيت جاتني خزو زايدة. من بعد ما قشرتهم وغسلتهم كنحكهم في هاد الحكاكه اللي كتكون العينين ديالها غلاطين، وكنعملهم في واحد البول. كنجيب القرع كنغسلها مزيان وكنحكها بالقشور ديالها بكلشي. عاود حتى هي كنعمل على داك خيزو. وكنجيب البطاطا نفس الطريقه، كنحكها في ديك نفس الحكاكه. كنخليهم هنايا نص ساعه اولا 35 دقيقه كيرتاحوا. عاد كنغوزو نشوفو نخدموا بها. يعني ضروري تخليوها ترتاح باش كتطلق الماء ديالها. هنا ما كنعصروا لا الماء ديالها لا حتى شي حاجة. يعني الخضر كتبقى معانا مكمولة، كناكلوا الفوائد كاملة. كنعمل هنايا القزبور يابس، كنعمل بابريكا، كنعمل الكمون، وهنايا الثوم بودرة، بصل بودرة، مليحة، وعملت حتى اليبزار. راه غير ما بانش معاكم حتى اليبزار هنا كاينه. هنا عندي الطحين، انا عملت الطحين الدقيق الكامل يعني الزرع. زولت له النخاله الغليظه وخليته. عادي نعمل عيني ميزاني، خصني يعني هاد القوام هذا يتعجن لي بحال العجينه، يعني تكون متسمكه. انا عملت هنايا تقريبا 5 المعالق ماشي عامرين ديال الطحين، وانا كنقلب وكنعجن. ومن الاحسن من الاحسن خلطوا بيدكم باش كتخلط لكم وكتعصر ديك السوائل اللي كتكون في الخضر كتخرج وكترجع معكم بحال العجينه. بحال هاد الشكل هذا كتبقاو تقلبوا 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 حتى كتبقى تخرج ديك السوائل. وإلا شفتوها ناقصه الطحين كتزيدوا لها الطحين. بحال أنا شفتها شويه جاريه كنزيد لها واحد معلقه ولا معلقه ونص. عينكم ميزانكم كيف ما عاد تشوفوا معايا اولا كيف ما كيبان لكم في الفيديو. كيجي كتجي معوطه، ما جاريه بزاف ما ثقيله بزاف. كنجيب هنايا واحد المقله اللي عاد تدخل الفران اولا الصينيه اللي عاد تدخل الفران، كنعمل فيها الكاغ ديال الفرن وكندهنو بالزيت العود. وكنكون عندي الفران هنايا واحد 10 دقايق مسخّن، وكنعمل داك الخليط اللي شفتو معايا في هاد الصينية هادي. وكنساويها، كنتكي عليها. بغيتو خدموا بيداكم خدموا بيداكم. صافي كنخليها بلاكة اللي كتجي رقيقة باش كتجينا مقرمشة بحال هاد الشكل هذا. كنلمسوها وكنجيبوها رطبة. كنعمل عليها البان الرياضو أولا الخبز يابس. إلا ما عندكمش البان الرياضة ولا الخبز يابس، غير الخبز اللي كتشدكم في الدار، يبسوها في الفرانة ولا يبسوها بلا في الفران، غير كتكون عندكم زايدة هيدا ولكن كتكون نقية كطحنوها. هو هذاك الخبز يابس، هو هذا اللي كنشرو من الزنقة. ممكن تعملوه في الدار. كتعملوا عليه هاد الخبز يابس باش كتعطينا التقرميشة. وكنعملوا عليها الزيت بلدية على الوجه. هاد الزيت بلدية والخبز كتجيب لنا التقرميشة والزيت راه كيعطينا المذاق وكيعطينا الفوائد. صافي غادي ندخلها في الفران على حسب حتى تحمر.
توصل معاكم 40 دقيقة، 30 دقيقة، حتى كتوصل لهاد الكولور هذا. ها نتوما كتشوفوا كيفاش عاملة. محمّرة، مجمّرة فحال اللي كنقولوها، بغيتو كتقطعوها عشوائية كتقطعوها عشوائية، بغيتو كتقطعوها فحال هاد الشكل هذا بالموس وكتجيبوها مزيونة هيدا طريفات لأن معوضين فحال هاد الشكل ممكن، المهم هادي كتجي غزالة، غزالة غير بالخضر وكتجي فنة، بغيتو قطعوها هرسوها بيداكم وصافي، بغيتو اعملوها هيدا مربعة باش كتعطيوها لوليداتكم يدوها للمدرسة، كتجي مزيونة وليداتكم أنا متأكدة غادي يحماقوا عليها بمعنى الكلمة، غير جربوها. بحال اللي كنقول لكم على حسابي جربوا هادي، حتى ولادكم دوك الخضرة اللي ما كياكلوهاش هادي غتعجبهم بزاف، بزاف غادي تعجبهم، ما يفهموا والو. كنتمنى هاد الفيديو هذا ينال الإعجاب ديالكم، وإلا عجبكم عملوا له اللايك والبارطاج، واللي باقي ماشي مشترك في القناة يشترك في القناة، وإلا عندكم شي تعليق شي وصفة وبغيتو نقدمها معاكم أنا تحت الأمر ديالكم، كنقول لكم شكرا بزاف، بسلامة عليكم.